السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معي في قناه مولات الدار مع نوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طرطه ديال الاناناس بثلاثه ديال الطبقات، كتجي رائعه في المنظر حتى في المذاق. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا بالنسبه ديال الطبقه الاولى غادي نحتاجوا 2 بيضات، 7 المعالق ديال سكر سنيده، 7 المعالق ديال الحليب، 7 المعالق ديال الزيت، و7 المعالق ديال الدقيق، وجوج خمارات. بالنسبه للطريقه سهله، غادي ناخذوا البيض مع سنيده والزيت. هاد الطراب اليدوي تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي، انا بغيت نستعمل الطراب اليدوي باش نسهل عليا. زدت الحليب دابا صافي غادي نزيد الدقيق والخمارات. صافي خديت الخليط ديالي درتو في هذا المول هذا. هذا كيتحل يعني من التحت. تقدروا تستعملوا اي مول بغيتو، ولكن هذا كيساعدني ملي غادي نبغي نخرجها غادي يساعدني. بالنسبه للخليط درتو غادي ندخلو الفران، غادي يطيب مده ديال 10 دقائق على درجه حراره 180. صافي يعني غادي نقلب هكا بالشوكه ولا بالموس، الا كان نقي صافي كنعرفها راه طابت. الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. المهم انا كناخذ معلقه بحال هكا وكنقادها هكا، كنهبطها شويه من الجناب، وهذا باش كنبغي يبقى لي البلاصه اللي غندير فيها الطبقات الاخرين. يعني الا جاتكم مرتفعه كديروا ليها هذه الطريقه هذه، كتحاولوا انكم تهبطوها هكا من الجناب. بالنسبه لهذا السيرو درت كاس ديال الماء في نص كاس ديال السنيده فانيا في واحد الكاسرونه، وخليتها حتى غلا وحتى كياخذ هذا اللون هذا الاصفر. صافي كنطفي عليه ضروري، يعني كنخليها غير واحد المده ملي كنخرج من الفران، كنخليها واحد 3 دقائق 5 دقائق. صافي كنسقيها بهذا السيرو، كنسقيها مزيان. الجناب والوسط وكل شيء. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجوا نصف لتر من الحليب، 4 المعالق ديال السنيده، وجوج معالق ديال البودره ديال الكريم باتيسير. غناخذوا نصف لتر ديال الحليب غنديروه في كاسرونه، نديروا السنيده صافي. غادي نحاولوا نذوبوها في الحليب بارد حتى غادي تذوب لينا هذيك الغبره. عاد غادي نحطوها فوق من العافيه. صافي كنحطها فوق من العافيه، عافيه متوسطه. كنبقى كنحرك على هذا الشكل. صافي غير كتغلى كتبدا كتماسك ليا كنطفي عليها. صافي هي الكريمه ديالي وجدات. غادي نخويها دابا كطبقه ثانيه. صافي وغادي نفرقها على الكريمه كامله، على الكيكه كامله. دابا بعد ما كتبرد لينا واحد شويه الكريمه ديالنا، كناخذوا الدوائر ديال الاناناس. صافي كنزوقوا بهم كنحطوهم فوق هكا. كنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنكملوا الدائره ديالنا. غناخذوا دابا هاد حب الملوك معسل هذا، غادي نديروه على هذا الشكل. صافي حتى غنكملوا هاد الكيكه ديالنا كامله. صافي على هذا الشكل غادي ندخلها دابا للثلاجه باش غنصايب الطبقه الثالثه الاخيره. بالنسبه للطبقه الثالثه عندنا كاس ديال العصير ديال الليمون، جوج ديال الفلون ديال الفاني، جوج معلقات كبار ديال السكر سنيده وفانيا. غناخذوا كاسرونه غنديروا فيها الكاس ديال عصير الليمون، الفلون نديروا الفانيا. صافي غادي نحركو مزيان حتى غادي يذوب لينا الفلون في هذاك العصير ديال الليمون. غنديرو فوق من العافيه حتى يغلي وغنحيدوه. صافي
كيجي على هذا الشكل. كناخذ دابا غادي نخويه هو كطبقه ثالثه. كنخليوها حتى كتماسك لينا الطبقه ديال الفلون. كندخلوها للثلاجه واحد المده ديال ساعتين حتى 3 السوايع. ملي كتبرد صافي كنخرجوها ونحيدوها من المول ونقدموها. هذا هو الشكل ديالها عند التقديم. كتجي على هذا الشكل. صراحه هي كتجي رائعه في المذاق ديالها وديال هذا الجو هذا ديال هذا الفصل ديال الصيف. نتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم. الا عجبتكم ضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وشكرا وبصحه وراحه.